في هذا الفيديو رح احكي لكم قصة المواطن السوري اللي عفى عن مواطن سعودي قتل ابنه. مواطن سوري يعفي عن مواطن سعودي قتل ابنه. يا اخي لسه بتقول السوري سيء؟ يا عمي والله السوري كويس بس الظروف غيرته. القصة وما فيها انه هذا الشخص الصالح اسمه طلال الأحمد من سوريا وكان عايش بسوريا ولكن انتقل على السعودية. حرفيا عفى عن مواطن سعودي قتل ابنه. يا شيخ ايش هاد، والله انه كفو. طبعا كان في كتير ناس متدخلة بالموضوع وناس كبار منهم الامير تركي بن طلال مشان يحاول يقنع المواطن السوري طلال انه يعفي عن قاتل ابنه مقابل اللي بده اياه، حرفيا اللي بده اياه. وصار يهديه ويحكي له ايات قرآنية مشان يحاول يقنعه انه يعفي عن قاتل ابنه. اليوم لقاءنا هو من باب الفضل مش من باب الحق. يعني الله سبحانه وتعالى شرع الحق ولكن ايضا فتح باب الفضل، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وسارعوا هذا فعل امر، مش قال اذا بغيت سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، هذا وعد الهي. فانا يا طويل العمر اطلب اليك وانت الوجه السمح، انا عمري اشوفك اليوم، فانا اطلب منك يا طويل العمر انك تنظر في تطبيق مآل او مدلول الايه الكريمه وتفرحنا ان رايت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك في العفو لوجه الله عن القاتل، ولكم بالمقابل ما تطلبون وما شرع لكم بالشرع بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الشرفاء والعقلاء من عباده. وبعدين حكى له انه يقوم يصلي ركعتين لوجه الله مشان يطمئن قلبه ويعفي عن قاتل ابنه. اطلب منك الان انك تقوم الى المجلس المجاور، تصلي ركعتين واستخير الله، وانا تحت امرك ترجع لي مكان تقعد في المجلس وتعطيني اللي في خاطرك. طبعا والصدمه هون انه عفى عنه مقابل ولا حرفيا ولا ايش ولا فلس ولا حتى شيء مادي. اشهدوا الله ثم اشهدكم بانني عفوت لوجه الله تعالى. وبعدين قامت الناس تبوسه مثل ما انتم شايفين، الناس هجمت عليه تبوسه لانه فعلا اللي عمله شيء رجولي جدا ويدل على قيمه السوري. لكن اكيد الامير تركي ما راح يخلي عليه وراح يكافئه بشيء لانه اكيد الروح لا تعوض. طبعا لا تنسوا تكتبوا لي رايكم تحت بطلال الاحمد وبالشيء اللي سواه، حرفيا شيء رجولي جدا ويرفع الراس. وبس بشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.